الترند هو شيء جدا حلو بعالم صناعة المحتوى والسوشيال ميديا، بس لما الموضوع يفلت من ايدك راح تاكل هوا حرفيا. واللي مو فاهم قصدي انه الموضوع يفلت من ايدك بعد شوي راح نفهم، لانه هذا الشيء بالذات صار مع البنت اللي اسمها رقية. اي نعم، هي البنت كان اسمها رقية بس سبب المياعة يعني صار اسمها رقية. بس قبل ما نبلش بهذا الفيديو حط لايك واشترك بالقناة، لان الفترة الجاية انت حتكون متابع. علم راح انزل لك كمية فيديوهات يعني بعمرك ما شفتها موجودة على القناة. في فيديو انتشر لبنت، هي بنت مصرية، فيديو عبارة عن بنت لطيفة تغني والموضوع جدا عادي، بس فجأة ينتشر خبر انه هاي البنت اكلت هوا بسبب هذا الفيديو. خلونا نشوف الفيديو. معنا ومعكم رؤية. يلا غني. تضحكي وتدوري. ماشي. تضحكي وتدوري، بصلي وتشوفي احساسي مكتوم في عكس اسلوبي، بتلمي الكون مني كتير بفوق، عمري في لحظة بيفوق، وقاعدة حبي ممنوع توسع. هذا هو الفيديو مثل ما شفنا، فيديو عادي بنت تغني، طبعا بعيدا عن انه صوت البنت نشاز. قصة هذا الفيديو شايفين هاي البنت اللي طالعة، هاي البنت ما لها دخل ابدا لا بموضوع الفيديو ولا بموضوع الترند. اما هاي البنت الثانية تصور مع صاحبتها فيديو ويغنوا يعني والوضع عادي. فجأة هاي البنت خطر على بالها انه بدها تنشر هذا الفيديو، ولما انتشر حرفيا طلع الموضوع من ايدهم. طبعا الفيديوهات اللي انتشرت مو هاي الفيديوهات، يعني يا ريت انه هاي الفيديوهات هي اللي انتشرت. فخلونا نشوف الفيديو. تضحكي وتدوري. ماشي. تضحكي وتدوري، بصي وتشوفي طيب ايش قصة الفيديو؟ قصة الاب يلي عاقب بنته بسبب هذا الفيديو. بعد ما نزل هذا الفيديو يا جماعة فورا العالم بلشت تكتب تعليقات غريبة، هذا اللي يكتب الله يرحمها، وهذا اللي يكتب اللي مو عارف قصة البنت فهي البنت حاليا بالمشفى. خلونا نشوف بعدها البنت طلعت بفيديو تعبر عن هذا الموضوع. انا رؤية محمد، انا اللي كنت بغني اغنية تضحكي وتدوري. يا شباب مين لاحظ انه هاي الظاهرة منتشرة يعني بالفترة الأخيرة؟ واحد يطلع ترند بالصدفة، بعد يومين تلاقيه هو طالع فيديو مرحبا أنا تبع الترند اللي طالع بالصدفة. عن جد بعد فترة يصير يعمل إعلانات. السوشيال ميديا صايرة مثل السوق، الكل يبيع نفس البضاعة والرزق على الله. طمنكم ان انا كويسة وبخير، ومش زي ما انتوا بتقولوا ان بابا ضربني ولا توفيت ولا رحت المستشفى ولا اي حاجة. انا كويسة زي ما انتوا شايفين، وكل اللي حصل دوت بس عشان اهلي كانوا خايفين عليا مش اكتر، وبابا قال مثل ما فسرنا الموضوع، الاهل فقط خافوا على البنت باول فتره لانه الانتشار اللي صار جدا فظيع، صارت تطلع منصات اخبار عن جد تجيب اخبار عن هي البنت. بسبب هالفيديو كانت رح تنتهي حياة هي البنت المصرية. القصة وما فيها انه هالرفيقتين نشروا فيديو عفوي وضرب اكسبلور بشكل كبير. تضحكي وتدوري. ماشي. تضحكي وتدوري. وحسب حكي العالم انه والد البنت يلي غنت شاف الفيديو وعصب وضرب بنته ودخلت للمستشفى بغيبوبة. البنت دي اهلها خدوا منها الموبايل ومسحوا الفيديو وضربوها علشان نزلت اصلا الفيديو ده. يا اخي انا بس تبعين النظريات العميقه اللي دائما يطلع يحلل وهو مو فاهم السالفه، يعني ردة فعل الناس المقربين منها بعد ما يشوفوا هاي الفيديوهات. بس بعدين الترند شوي العالم انجلقوا عليه. خلونا نشوف كم فيديو. تضحكي وتدوري. ماشي. تضحكي وتدوري، بصي انا نفسي اعرف عن جد الشاب اللي ينزل صورته وهو يبكي. نفكر البنات يعني راح تقول زير النساء مثلا، بنت اول ما تشوف فيديو إلك راح عليك صراحه. غني. تضحكي وتدوري. ماشي. تضحكي وتدوري. قفل الترند شباب، قفل الترند حرفيا، الانستغرام والتيك توك حاليا. تضحكي وتدوري، تضحكي وتدوري، بصي وتشوفي. حرفيا شباب الموضوع صار جدا مزعج، يعني الفيديوهات هاي طلعت لي من البراد، يعني وانا نايم احلم بالاغنيه. يلا غني. تضحكي وتدوري. ماشي. تضحكي وتدوري، بصي لا كفو، هذا اول فيديو يعني ها ماشي حالي. تضحكي وتدوري، بصي اخت هون فاهمه الموضوع غلط. اختي هذا الترند حزن وما حزن، اما انت طالع ترقصي على هي الاغنيه. بس انا سمعت اخبار وان شاء الله ما تكون هي الاخبار مزبوطه، انه البنت كملت بمجال الاغاني. Oh my god, bro.
متفهم الوضع، فيعني ممكن نعطي هاي البنت فرصة ونشوف هل صوتها فعلا حلو. اتمنى انساك زي ما انت نسيتني في يوم، بتمنى انساك وانسى ان انا حبيتك يوم. ابوها ما ضربها، رايح انا اضربها اختي، هذا مو صوت، هذا زمور شاحنه. اتمنى يا رقيه انه خلص يعني كفي، خلص لهون يكفي. طلعنا ترند ما شاء الله علينا، صار عندنا كم متابع، بس خلص ما يزبط انه نعتمده محتوى. اكتبوا لي انتم ايش رايكم بالتعليقات، هل صوت رقيه فعلا حلو ولا لا؟ وهذا حسابي على الانستغرام راح يطلع هون، ضروري جدا تضيفوني عليه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، سلام. يعني هي آخرة جبر الخواطر. تفرج المثال أمامنا، نتائج عدم ضرب الأهل. شمع كيف جبل سطع مثير جدل، كيف الأسد في البراري. ركوبة حصاني لا تنقشر البرج وفجر ركوبة الفراري. ما بلبسش براندات من برا، ميدي ايجي كيلة طويلة للشاري. قفشة من قفشة سعيد صالح، عندي أقوى من 100 فيلم الجمكاري. ثلاث حاجات ما كلهم مش واصل، الأونطة والسوشي والكاري. ومهما عليت أنا في الدنيا لسه بسأل على اسم جاري.